حيلة ما تخطرش على بال إبليس نفسه عملها جيش الأشباح التابع للقوات الأمريكية، وهم عبارة عن مجموعة من المصممين والمهندسين، وهي حيلة الدبابات والطيارات المطاطية وقدروا يهزموا بيها جيش ألمانيا وهتلر الذي لا يقهر. تعالوا معايا نشوف ايه هي قصة المعدات المطاطية وحكايتها ايه. ديت دبابة وزنها 40 طن بيشيلها 4 جنود، وده جندي بيقلب عربية حربية بإيد واحدة. جيش كامل معداته كلها من المطاط اللي بيتنفخ من دبابات ومدافع وطيارات صغيرة وعربيات مصفحة وشاحنات. الجيش اللي كان عدده 1000 جندي كان السبب الرئيسي في هزيمة ألمانيا وتحرير فرنسا من النازيين، وكان الحلفاء بيفكروا في الطريقة اللي هيتغلبوا فيها على تحصينات الألمان والجدار الأطلسي على طول الساحل الفرنسي. وكانت أقرب نقطة متوقعة للهجوم في منطقة كلاي اللي كانت بتبعد 20 ميل بس، وكان القرار إنهم يروحوا لأبعد نقطة وإن يكون التحصينات فيها قليلة عند شاطئ نورماندي، ولكنهم محتاجين لكامل الجنود والمعدات عشان تنزيل المعدات الكتيرة، ولكن سحبها من نقطة الدفاع هيخلي هتلر يقتحم بريطانيا بسهولة. فلجأوا للتمويه العبقري، فبدأوا في وقت قصير جدا يبنوا كتائب مدرعة بتضم آلاف من الآليات والمدرعات كلها مصنوعة عن طريق جيش الأشباح التابع للقوات الأمريكية. هم عبارة عن مجموعة من المصممين اللي بدأوا يعملوا تصور للقوات وصناعتها من المطاط القابل للنفخ عشان يخدعوا بيها طيارات ووحدات الاستطلاع الألمانية. ففكروا في أدق التفاصيل عشان يوهموا جيش العدو بأن الحلفاء بيحضروا الهجوم ضخم من منطقة كلاي، وبيحضروا جيش ما يقلش عددهم عن 100,000 جندي، وجميع التحركات كانت بتتم بالليل، وكان لازم التحركات ديت تطلع صوت المحركات والدبابات وهي ماشية عشان يسمعها جيش العدو عشان يصدق اللي بيحصل. وجي دور وحدات الخداع اللاسلكي، واللي كان بيديرها أحسن مهندسين الراديو في العالم في الوقت ده. فبدأوا يصنعوا مكبرات صوت ضخمة بيوصل صوتها لمسافة 15 ميل، ويشغلوا عليها صوت الدبابات والمدرعات والشاحنات، وبدأوا يوزعوا الصوت في المكان الصح باحتراف اللي بيوحي للعدو بتحركات الجيش. ولكن في مشكلة، الصبح هترصد الطيارات الألمانية كل الحشود، ولكنها هتشك في ان الدبابة وزنها 40 طن مش هتسيب اثر على الطريق. ففكر جيش الاشباح في فكرة انهم يعملوا جرافات عشان تعمل مسارات وهمية لمشي الدبابات. حتى الجنود المطاط بدأوا يصنعوا شوية منهم ويحطوهم في مراكز معينة، وعملوا طريق للطيارات عشان يبينوا انهم فعلا جيش لا يقهر. وراحت فرقة المصممين يتنقلوا في شوارع بريطانيا على انهم جنود جايين يشاركوا في معركة كلاي لتحرير فرنسا، وبكده عشان يخدعوا الجواسيس. وفي 6 يونيو سنة 1944 الصبح اتحرك أكبر حشد عسكري وشق طريقه ناحية شاطئ نورماندي، وبدأ التنزيل الكبير للقوات والمعدات قبل ما يحس الألمان إنهم وقعوا ضحية الأفخاخ المطاطية وإن هتلر بلع الطعم. وكانت هزيمة هتلر النفسية أكبر بكتير من هزيمته العسكرية، خصوصا بعد ما عرف ان اللي كان محتاجه في حربه كتيبة من الدبابيس عشان يهزم بيها جيش المطاط. ولكن بعد فوات الاوان، وديت كانت هزيمة ألمانيا وجيش هتلر قصاد جيش بريطانيا وتحرير فرنسا بخدعة كتيبة المطاط. وديت كانت قصتنا عن اكبر خدعة عسكرية اتعملت في التاريخ. يا رب القصة تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. ولكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لكم، شكرا.